من نص ساعة بالظبط انتهى لقاء النادي الأهلي ونادي الزمالك، كلاسيكو الكرة المصرية والكرة الأفريقية، بفوز النادي الأهلي 3-0. نتيجة كبيرة جدا ونتيجة عريضة جدا، ولكن تبقي نادي الزمالك في صدارة جدول الترتيب، والنادي الأهلي يظل في المركز الثالث، يتمنى وقوع نادي الزمالك أو بيراميدز في مباراة من المباراتين القادمتين. النهاردة الماتش كله يتلخص في إن ترب ما تدخلش. النهارده العناصر اللي كانت بتلعب في النادي الاهلي، وخصوصا حسين الشحات بدوره المهم جدا كجناح، والباك اليمين بيكهام بمساعده من طاهر محمد طاهر، اللي كان النهارده مسهل مهمه حسين الشحات في وجوده على الجناح، وخصوصا مع ضعف طرف الزمالك وعدم المساعده الدفاعيه. خطوط الزمالك كانت مفتوحه جدا، وخصوصا بين الخطوط حسين الشحات كان بيتحرك هنا كتير جدا بين الخطوط، وده اللي خلى للنادي الاهلي افضليه. النهارده محمد اسماعيل في نادي الزمالك كان بيلعب باك يمين في مركز غير مركزه، الصراحه لعيب مظلوم جدا، لعيب ما بيلعبش في دور المساك الدور الرئيسي بتاعه، وهنفتقده جدا مع منتخب مصر، لان انت خلاص خرجته من حسابات كابتن حسام حسن بسبب التشتت. مره في نص الملعب، مره باك يمين، وخصوصا ان انت عارف النهارده حسام عبد المجيد ما كانش في حالته وكان متوتر جدا. التبديل الصح كان خروج حسام عبد المجيد ورجوع محمد اسماعيل جنب الونش، ونزول الناشئ محمد ابراهيم باك يمين، وخصوصا ان هو عنده البدني عالي وهيقدر يوقف جبهه اشرف بن شرقي. ولكن زي ما بنقول خلاص قدر الله ما شاء فعل، النادي الاهلي يحصد 3 نقاط بهزيمه مذله لنادي الزمالك، ولكن يظل ويتربع نادي الزمالك على عرش الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن النادي الاهلي، وبفارق المواجهات المباشره عن بيراميدز. لسه ماتشين في الدوري، ماتش سموحه وماتش سيراميكا، وكذلك نادي بيراميدز عنده سيراميكا وسموحه، ويتبقى للنادي الاهلي مواجهه انبي والمصري. يا ترى اللي جاي ايه في الدوري المصري؟ محدش عارف.